الثقافة أساس التنمية فأعطوا لرجل الثقافة حقه. ايوه. حضرتك عايز تقول إيه بقى من المقولة دي؟ عايز اقول ان دي نظريه اساسيه ما كانتش موجوده اساسا في الاقتصاد الوضعي عند ادم سميث اللي بيدرسوه لكل الطلبه. الثقافه عامل مساعد للتنميه. هنا انا بقول في رساله ماجستير الثقافه اساس للتنميه، ودوروا على اي مجتمع متحضر هتشوفوا ثقافه رجل الشارع اللي موجود هي اساس التنميه واساس التحضر. في اي مجتمع في الدنيا عايز تشوفوا حضارته دوروا على ثقافه الفرد فيه. عشان كده انا بقول ان الثقافه دي اساس للتنميه وليست عامل مساعد. اي واحد في اي موظف في اي موقع في اي مهنه في اي مكان في الدنيا اذا كان في انحراف قيمي عنده في ثقافته مش هيقوم بعمله بالاداء المفروض ان هو يقوم بيه وهيحقق تنميه، وبالتالي هنلاقي في رشوه وفي سرقه وفي نهب وفي انحراف في كل المجالات بسبب انعدام الثقافه. اللي يظبط هذا الانحراف هي ادوات الثقافه، المسرح، السينما، التلفزيون، الاعلام، الاسره، التعليم، البحث العلمي، كل دي اسمها ادوات ثقافه. اثبتت في نظريتي اللي انا بقولها اساس التنميه دي الثقافه اساس التنميه في رساله ماجستير. للاسف هي نازله في كتاب قريب جدا في الايام القليله اللي جايه في مكتبه قريبه مننا هنا، مش عارف اقول اسمها ولا لا. المهم انها تم نشرها ان شاء الله. انما بالنسبه للدوله ما تعرفش عنها حاجه لانها عايزه تفضل ان الثقافه مهمشه، واذا فضلنا بثقافه مهمشه مش هنفضل للتنميه الصحيحه ومجتمعنا مش هيتقدم، لان ثقافتنا طول ما هي مهمشه هنفضل مهمشين. فلازم نبني الفرد ثقافه صحيحه عشان نقدر نوصل للتنميه الحقيقيه. فالثقافه اساس وليست عامل مساعد. ألف شكر. شكرا.